ويبدأ الفيلم مع هذا القصاب اللي اسمه فينسنت وهاي مرته اللي وياه اسمها صوفي، واللي كانوا يشتغلون اثنينهم بمحل يبيع اللحوم. وبيوم من الايام حبيب قلبي هجموا عليهم مجموعة من الاشخاص اللي يسمون نفسهم بالنباتيين، واللي كانوا يدافعون عن لحوم الحيوانات لحتى الناس تبطل تاكل منها. وبعد ما انهزموا حبيب قلبي قدر فينسنت يمسك واحد من عندهم ويشرح القناع مالته ويشوف شكله. بس هنا راح يجون جماعة الولد حبيب قلبي يقتلون فينسنت وياخذون صديقهم وينهزمون. وبعدين نشوف صوفي راحت يم صديقتها اللي اسمها ستيفان، وقعدت تشكي له همومها وانه هم صار عليهم دين هواي والحكومة راح تسد المحل مالتهم اذا ما دفعوا الفلوس. ما طول عليكم حبايب قلبي، باليوم اللي بعده اثنيناتهم كانوا صاعدين بالسيارة ومتجهين للمحل حتى يفتحونه. بالطريق بالصدفة شافوا شخص بعد ما باعوا عليه اكتشفوا انه هو نفسيته اللي هجم عليهم وقدر يشوف وجهه. فقرر فينيسيت يرجع بالسيارة ويصدمه يوقعه، بس قتله عن طريق الغلط، وهو كان بس يريد انه يوقعه بس انقتل من دون قصد. فهنا حبيب قلبي قرر انه يطلع تليفونه يتصل على الشرطة، بس مرته قالت له اوقف مخبر لك، هذول نباتيين واحنا نبيع لحوم البقر، فيعني اذا خبرت الشرطة راح تقع السالفة كلها براسنا ويعتبرونا انه احنا قتلناه. فقالت له احسن حل انه نلقي له تصريفه ونصرفه بيها بلا ما نتصل على الشرطة وكتابنا وكتابكم وتصير محاكم وتفر علينا البرة حبيب قلبي. فهنا العينتين حبيب قلبي ما تكذب خبر وجابه وفوت للمشرحة مالته وبدا يقطع بيه. فهو قاعد يقطعه باوع هيك ولقى الكلب مالته واقف قاعد يبوع فسد الاذن مالته، وبعد شويه سد الاذن الثاني حبيب قلبي وخلص من عنده. فباليوم اللي بعده اجت حرمه وقالت له اريد نفس اللحم اللي انطيتني اياه الصبح اللي انا سويته ويا الباميه، وطلع كل شيء خبل ولوزاوي حبيب قلبي من الاخير. فبدا يقنعها انه تاخذ نوعيه ثانيه لان النوعيه اللي اخذت منها قال لها خلصت. وبعد شوي حبيب قلبي الزبونه طلعت قطعه لحم صغيره جايبتها وياهم لحتى تذوقهم وشوفوا طعم اللحم الجديد. صراحه بعد ما جربتها صوفي انصدمت من طعمها لان كان طعمه كلش طيب. وبعد ما راحت الزبونه حبيب قلبي حصرته وقالت له تعال اوقف، هاي شنو القصه وشنو الموضوع، تعال فهمني. وكان يقول له انه هذا اللحم اللي بعته لهاي المره هو نفسيته اللحم مال ذاك الرجل اللي دعمناه، لان انا كنت قصبته ودسته بس بالغلط انخلط ويا اللحم اللي عندنا وراح بعته. اشو هنا عينتين حبيب قلبي كيفت على الموضوع اجت وقالت له عندي خطه، قالت له تعال نصطاد بعض من هذول الناس النباتيين ونقتلهم ونبيعهم، وهاي خوش حل لحتى نجمع فلوس هواي ونخلص من الديون اللي علينا. وبعد ما كملت كلام حبيب قلبي جاها الشخص وقال له اريد نفس نوع اللحم اللي هاي الحرمه اخذته. هنا باوع هيك وقال خلي ابيع له. والمهم حبيب قلبي بداوا يبيعون بهاي اللحوم لحد ما جمعوا كومه فلوس وقدروا يوفون الدين مالتهم. وبعدها قرروا ياخذون وصله صغيره من اللحم للبيت مالتهم يقلوها وياكلوها على العشاء ويجربون طعمه. وبعد ما جربوها حبيب قلبي انصدموا لان كان الطعم مالته كلش بيرفكت. وبعد فتره قرروا انه يتنكرون بزي الاشخاص اللي يدعون نفسهم بالنباتيين لحتى يعرفون كم شخص نباتي وياهم يقدرون يستدرجوه لحتى يصيدوه ويبيعوه. وبعد فتره تعرفوا على واحد نباتي الزوج حبيب قلبي وقال لهم اليوم تعالوا بفلان مكان اجمعكم بالمجموعه مالتي لحتى انضمكم ويا فريقنا. وبقوا ينتظرون داخل السياره، وبعد شوي حبيب قلبي يجي سياره غريبه وهنا نزلوا وشايلين اسلحتهم. فكروه شخص واحد بس بعدين يصدموه بعد ما يشوفون من هم 3 اشخاص فما قدروا لهم فغلسوا على الموضوع ورجعوا سيارتهم. فبنفس اليوم حبيب قلبي يروحون على احد المطاعم بعد ما يكتشفون انه اكو نباتي داخل هذا المطعم. فهنا فينسنت قرر انه يخلي خطه ويتكون وياها قدام هذا النباتي لحتى يجي هذا النباتي ويتعرف على صوفي وياخذها للبيت مالته ويقتلوه ويبيعون لحمه. بعد ما وصل البيت حبيب قلبي ما ادري شلون قاعده تقنع بيه لحتى بس تطبب البيت، قالت له فوت تشرب شاي ما ادري شنو من هالسوالف. وبعد ما طببوا البيت حبيب قلبي كان رجلها قاعد يحد السكاكين مالته، وبعد ما كمل استلم اكس مربع سواه الى طحين. وبعد ما قتلوا حبيب قلبي بدأوا ينظفون اثار الجريمه ويقطعونه وهم كانوا كلش فرحانين. فلهنا حاب اقول لكم انه هذا الجزء انتهى لان هذا الفيلم راح اسويه جزئين، فيعني تفاعلكم راح يحدد اذا نزل جزء ثاني او لا. فاذا شفت تفاعل على هذا المقطع راح انزل لكم جزء ثاني، واذا ما شفت عليه تفاعل نو براذر ما راح انزل جزء ثاني وراح اسحب عن الموضوع. وحاب اقول لك تدري انه انت تقريبا ضيعت 4 دقائق من حياتك على هذا الفيلم. اشوفكم فيديو جاي. بيس.